واشتغل العجن تاني يا شباب، بس المرة دي الضرب بفترة. شفنا في الجزء الاول ان روكي عمل لنفسه اسم كبير في عالم الاجرام، واتفق معاه شركاء جارودا ان روكي يروح يقتل جارودا في عقر دار لانهم ما عرفوش يقتلوه بره، فاضطر ان هو يروح مدينة الذهب KGF. وفي الطريق بيوروه خريطة للمكان وقالوا له لما تروح هنقطع كل اتصالاتنا بيك، ولما تخلص هتدينا اشارة كبيرة واحنا هنعرف وهنجيلك بعد. وبالفعل راح وراهم روكي، وهم كانوا خاطفين ناس غلابة من قرى تانية عشان يشتغلوا في المناجم، وقتل الفريق كله ودخل وسط الناس على انه عامل. وصل باقي رجالة جارودا وشافوا الوضع وخدوا العربيات ومشوا. وصلوا لمدينة الذهب، قلعة دارودا، داخل أسوار ضخمة وباب أضخم بيشوفوا فانرام قائد عديم الرحمة. الفيلم جامد وسمين والأكشن بتاعه فيتامين، لايك واشتراك ويلا بينا. كانوا بيختموا كل شخص داخل المكان، وشاف من بعيد القصر ودخل وسط العمال اللي كان ممنوع عليهم النظر حتى لوش الحراس او انهم يرفعوا نظرهم لفوق. دلوقتي هينزلوا العمق 900 متر تحت الارض، واللي بيموت بيرموه بره. وبدأوا يحفروا وخلص اليوم الاول، وبدأ يلعب مع الاطفال وفي نفس الوقت كان بيعرف منهم معلومات عن المكان. الواد ده بيقول له في حراس في المكان الفلاني وفي حراس في الحتة الفلانية، وعرف ان في 20,000 من العبيد و400 حارس بس. خدوا بالكم بقى من الحتة الجاية دي، الدايرة دي المفروض ان مفيش حد من العبيد ديت يدخلها. والواد الصغير ده كان بيلعب بالكورة، والكورة دخلت الحتة ديت بالغصب. قام الواد جري ودخل المنطقة دي، امه شافته قامت جارية وراه، راح المعلم ده ضربها بالنار. طيب الواد الصغير هتعمل معاه ايه؟ ضربه بالنار برضه، والكل حزين ومتضايق. روكي المذيعة وبتاع الشاي وصاحب الجريدة والمصورين كله بيغلي من جوه. خدوا الام وابنها ودفنوهم. حتى الراجل ده بيقول للروكي ان الراجل اللي انت شايفه ده اعمى، وهم لو اكتشفوا كده هيدفنوه هو كمان. وشاف قدامه حتى اللي رجله بتتكسر من الشغل بياخدوه يلعبوا بيه كلهم، يتراهنوا على اللي يموته. والست دي حامل، وفي المكان ده لو المولود بنت بتتقتل، ولو المولود ولد بيسيبوه يعيش. والراجل ده بيحكي لهم حكاية عن بطل هيجي وينقذهم من اللي هم فيه. بتاع الشاي انبسط قوي، انا قلت كده اكيد هو هيتصرف وهينقذهم من اللي هم فيه. وهنا الأب بيقول لجارودة ابنه سيبك من الانتقام من شركائك وركز على 2 بس، عنايات خليل والمرشحة لرئاسة الوزراء راميكا سين. الكل بيخاف منها، والاتنين دول لو اتدخلوا في شغلنا الدنيا كلها هتبوظ وهيفسدوا المملكة كلها علينا. نرجع لروكي اللي شكله عمل خطة معينة، وفي اللحظة دي كانوا بيعدوا العمال، وهو قام مولع في حاجة كده عشان يلهيهم شوية، وراح معدي من تحت السلوك. وخدوا بالكم من الراجل ده، هو اللي لاحظ روكي وهو بيعمل الحركة دي. المهم راح روكي في الحتة ديت وبص على الخريطة اللي قدامه ديت عشان يعرف المكان، والعد شغال والولعة بيحاولوا يطفوها. نزل تحت عربية، وهنا واحد جاي عليه ولكنه كان حاطط حجر تحت الشاحنة ديت وشاله، فالعربية اتحركت ولحق نفسه ورجع تاني للطابور، والعدد مظبوط يا معلم. وهنا وقعت العربية وحصل انفجار كبير، وقعد روكي يرسم في الخريطة. والراجل اللي هو شافه ده جاله قال له انا عارف انت عملت ايه، فقام ضربه وقال له اوعى تقول لحد. هنا فان رام بيقول له انا حاسس ان في حد جه مع الدفعة الاخيرة ديت عشان يقتلك. جارودة حتى قال له يعني هنا وفي بيتي؟ قال له هاتلي كل الناس قدامي. جابوا كل الناس بالفعل، وجه جارودة مين اللي دخل غرفة الصيانة اعترفوا والا الكل هيموت. قام الراجل الغلبان ده جوز الست الحامل، قام هو اللي طلع حاول يضرب، وراحوا مموتينه عشان ينقذ روكي وينقذ الجميع. وطبعا دول ما يعرفوش وصل لهم خبر ان الراجل بتاعكم اتقتل، يعني روكي مات. كمال كده كده ما كانش بيحبه، قال لهم انا مش قلت لكم ده مش قد العملية دي. والبنت دي زعلت جدا، شكلها كده حبت روكي بجد.
تعالوا بقى للست الحامل دي وهي بتولد، يا عيني ولدت بنت وكده لازم يقتلوها بنفسهم. راح الراجل ده واخد البنت وراح مديها الرقي، قال له ابوها ضحى بنفسه امبارح عشان ينقذنا، وهي دلوقتي المفروض ان احنا نقتلها. والغبي ده اكتشف ان الراجل العجوز ده اعمى ولازم يموت. قام جايبه قدام الناس عشان يعمل له اختبار. شيل العمامة، يلا شيل العمامة واحدفها في السبت اللي قدامك دي. يا عين الراجل خلع العمامة وحدفها، بس طبعا ايه، وقعت بره. راحوا مسلسلينه وخدوه عشان يلعبوا بيه مع بعض مين اللي يموته. نرجع للحوار الصحفي، والراجل بتاع القهوة شكله اتضايق جدا. يا سيدي والنبي قول لي هو هيتدخل ولا لا؟ والنبي هو ساكت ليه؟ هو هيتدخل؟ المذيعة قالت له امشي، انت بتقول ايه؟ انت اسكت انت خالص. قال لا استنى انت شوية، قول لي والنبي يا سيدي هو هيتدخل ولا لا؟ والنبي لا تقول لي. وهنا بنرجع تاني الروكي اللي عمال يصبر في نفسه، يقول لنفسه هو كده كده كبير في السن، خليه يموت وخلاص. حتى العيال الصغيرة دي بيقولوا يلا كلكم امشوا من هنا، كده كده مفيش حد فيكم هيتدخل ولا هيقدر يعمل حاجة. روكي يا جماعة كان محتاج الشرارة بس، وشكلها هتولع يا شباب، ولسه هيسيب المطرقة من ايده يا شباب. قام الواد الصغير ده بيقول انهم حفروا حفرة للطفلة المولودة عشان يدفنوها مع الراجل العجوز. هنا خلاص يا معلم روكي هيشتغل. قام سايب المطرقة الصغيرة وراح على الكبيرة وخدها، وراح ضارب الحارس ده ضربة طيرته يجي 90 متر. كل الناس وقفت يا لهوي على اللي حصل، وراح مكمل على باقي الحراس اللي كانوا بره، وخد حديدة مولعة ونزل للتانيين تحت، وكانوا بيلعبوا بالراجل العجوز انهم يرموا اطباق على الارض، والطبق بتاع الشخص اللي الراجل ده يدوس عليه هو اللي يموته. يلا بقى يا عم الحاج اجري يلا واحنا نلعب عشان نموتك. راح روكي طافي النور وراح بالحديدة مروقهم كلهم، كل ما يولعوا عود كبريت يشوفوا واحد مقتول. المهم خلص عليهم، وكانوا 23 نفر من الحراس دول، وطلع للناس ومعاه الراجل العجوز، وكان مسلسل الغبي ده المفتري اللي كان بيعذبهم جوه اللعب. الناس قعدت تدق بالكواريس وصاحبنا نتشوا بالمطرقة، يلا مع السلامة. وطبعا دول الشركاء مشغولين بانهم ازاي يهربوا من جارودة بعد ما روكي اتقتل، واكيد جارودة عرف الحكاية. اتصل بيهم اخو جارودة نفسه وقال لهم روكي لسه حي وبيعمل الاشارة فعلا، واتاري روكي حرق جثث ال 23 حارس اللي قتلهم. شكل اخو جارودة يا رجالة كان متفق معاهم على قتل جارودة نفسه، والواد ده راح قاتل ابوه الزعيم الكبير. يا جدعان الزعيم الكبير مات، كله راح جاري على المكان بتاع الزعيم، وضربت صافرات الانذار في القصر. وبعد ما حرقوا جثة ابوه، فان رام بيقول له اعدائك كبير يا معلم، يا ريت تأجل طقوس المعبد دي شوية. قام قايل له لا، ده احنا هنعملها النهارده كمان مش الاسبوع اللي جاي، عشان نهزم كل اعدائنا في وشهم. فان رام شدد الحراسة يا جماعة في المكان كله، والناس الفقراء مستعدة للي هيحصل فيهم. بالليل روكي عمل شوية حركات كده خلى السلوك لمست في بعضيها، والنور قطع في المكان كله. كل العربيات وقفت في الطرقات عشان تنور المكان ويشوفوا اي حد غريب داخل او طالع، والناس الغلابة رايحين على المعبد عشان يشوفوا الطقوس اللي بيعملها جارودة. ونزل روكي من النفق ده اللي هو بيوصل للقلعة. جارودة خد السكين، والمفترض انه هو هيقتل 3 رجالة بدل 3 خرفان، قربان يعني للآلهة. الرجالة دي كانت حاولت تقتله يا جماعة، ولكنه حبسهم واكلهم عشان يضحي بيهم بدل الخرفان. نزل جارودة للمية، يلا هاتوا ال3 رجالة اللي هنضحي بيهم. وفان رام هنا كان واقف قدام الزنزانة اللي كان فيها ال3 محبوسين، شد الكنبة دي ولقى واحد من اللي كان هيتضحى بيهم مقتول ومرمي ورا الكنبة دي. عرف كده ان روكي هيدخل المعبد وكأنه واحد من اللي هم هيتضحى بيهم دول. نروح على المعبد وبنشوف جارودة قتل اول واحد، وفان رام عمال ينادي عليهم في اللاسلكي هو موجود بينكم خدوا بالكم. جارودة قتل التاني. وصل فان رام فوق الجبل وشايف اللي بيحصل، وفي لحظة خد روكي السيف بتاع جارودة وقتله. الاخبار عمالة توصل جارودة اتقتل. وطلع على الكرسي والطبول دقت،
والكاتب هنا بيقول لها ان روكي مرضيش يقتله في المقر، مع انه كان سهل عليه يقتله هناك، ولكنه حب يموته جوه بيته عشان هو يستولى على المدينة كلها الكي جي اف. وطبعا روكي كل الناس الغلابة بتحبه اللي وقفوا معاه وهيقفوا معاه ضد الناس الباقيين. كده يا شباب روكي استولى على الكي جي اف كلها، والشركاء بيحسبوا نفسهم هيروحوا يحكموا، ما يعرفوش اللي حصل. يا ترى ايه اللي هيحصل بعد ما روكي استولى على المدينة كلها، مدينة الذهب الكي جي اف؟ ايه اللي هيحصل معاه ومع الشركاء ومع اخو جارودة نفسه؟ ده اللي هنشوفه في الجزء التاني. بس لايك واشتراك وتشجيع عشان اعمل الجزء التاني. احلى تحية واحلى سلام. الفيلم التاني يا جماعة ملحمة بمعنى الكلمة. انا بس عاوز حد يقول لي في تعليقات احنا عاوزين الجزء التاني، شجعوني يا شباب.